السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم الوصول لنهائي الكونفدرالية. ألف مليون مبروك. مليون مبروك لدعوات الناس اللي كانت موجودة في الاستاد، اللي احنا ربنا كرمنا بدعواتهم، والناس اللي كانت بتتفرج برضه في البيوت. لأن النهاردة الزمالك ما كانش الزمالك اللي احنا متعودين عليه. مدرسة الفن والهندسة النهاردة ما كانتش فاتحة بابها، كان الباب موارب يا دوبك كده، حاجه بسيطه قوي اللي كانت فاتحه. لا، النهارده الزمالك ما كانش هو الزمالك اللي عودنا على المباراه اللي فاتت. ما كانش الزمالك اللي الناس كلها كانت بتشكر فيه وبتقول لك افضل اداء في الدوري الممتاز والكونفدراليه الزمالك. النهارده لا، الزمالك ما كانش موجود. هل الزمالك اعتمد على المباراه اللي فاتت؟ شكلها كده اعتمد على الفوز في الجزائر وقال لك الدنيا خلصت، وده اللي نبهنا عليه وقلنا يا جماعه المباراه لسه في شوط تاني في مصر. النهارده شباب بلوزداد النهارده كان افضل، ده حقيقه. هتقولي انت بتتكلم ازاي يا عم، احنا وصلنا النهائي يا عم، ما تقول كلمتين حلوين. انا ما خدتش ان انا اطبل، ما اتعودتش ان انا اطبل، انا بتكلم بما يرضي الله. النهارده شباب بلوزداد كان الافضل، وانا والله كنت مع الجمهور بتاعهم امبارح، وقعدت اتكلمت مع ناس معاهم وقلت ان شاء الله هنفوز، وقلت فرقتنا افضل والاداء، وهم شكروا في اداء نادي الزمالك والروح اللي كانوا بيلعبوا بيها. لكن النهارده الاداء والمنظر اللي احنا شايفينه ده، مدرسه الفن والهندسه كانت يعني قافله النهارده. ليه؟ هل الكابتن معتمد جمال النهارده كان السبب؟ اعتقد النهارده سبب كبير قوي النهارده في الاداء اللي هو يعني ما كانش حلو ولا افضل حال. النهارده الكابتن معتمد جمال في بطء للعيبه، بطء من خط الظهر، بطء من خط النص. لا، النهارده في يعني بطء عام لكل الفرقه. بصراحه النهارده اللي كانوا بيلعبوا وكان نديهم تحيه بصراحه، نقول للناس دي لعبت النهارده 10/10. هو مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، عمر جابر، الثلاثه. الباقي كله خارج الخدمه. انا بقول بما يرضي الله. تقول لي يا عم احنا وصلنا ومش عارف ايه واتكلم كلام حلو وفوق الدنيا، لا ما اعرفش اطبل. انا بتكلم بما يرضي الله. النهارده الماتش كان هيروح مني لولا المهدي سليمان. النهارده كان مركز، ربنا كرمه، عشان دعوات الناس اللي كانت موجوده ديت كنا نخش في حته تانية خالص من الماتش. فالنهارده الكابتن معتمد جمال يا ريت يراجع الماتش مره واثنين وعشرة. اداء سلبي من جميع اللعيبه باستثناء الثلاث لعيبه اللي انا قلت عليهم، باقي كله مش مركز. النهارده بينتهي كل كره خبطه، فاول، كورنر، اوت بس، لكن ما بيقطعش كره ولا يسلم كره صح. برضو نفس الموضوع، كابتن شحاته اخذ قاعد لي في خط الظهر مع اللعيبه وساب خط النص مفتوح. هتقولي تعليمات، لو تعليمات يبقى دي مشكله من كابتن معتمد جمال برضو. لان انت المفروض النهارده انت بتطلع شويه على خط الظهر عشان تقابل اللعيبه اللي جايه دي، لكن لما انا اكون ورا هبقى مضغوط على طول بالشكل اللي احنا كنا مضغوطين بيه النهارده. واستلام وتسلم الكره عنده بطيء بيقعد يفكر، وفي الاخر يبص لك الكره للخصم. كان النهارده شكل لي كورتين النهارده كانوا يعملوا مشاكل. برضو الكابتن كابتن فتوح، الكابتن شغال على الكباري. ده كابتن فريق نادي الزمالك يا جماعه. اما اشوفك انت وانت كابتن فرقه وبتعمل كده، انا هعمل ايه كلاعب عادي؟ ده التركيز بتاعك؟ ده اللي باخد بايد اللعيبه اقول لهم فين الروح وفين الروح القتاليه احنا كنا بنلعب بيها المباراه اللي فاتت؟ لا يا كابتن، مش ده. اداء بطيء وسلبي من كل اللعيبه، من كل اللعيبه. انا قلت لك باستثناء الثلاثه دول. حسام عبد المجيد النهارده كان عامل ماتش يعني في منتهى الروعه بصراحه، هو والمهدي. يليهم قلت عمر جابر. طيب ناصر منسي هو اخر ركز في الاعلام، ده بيقول عليا كويس وده بيقول عليا وحش وده بيشتمني وده بيفخم فيا ومش عارف ايه، وقاعد بقى النهارده مقضيها كده، دماغه مش معاه ولا كان موجود خالص، وكان بس مركز في ايه، في مشاكل النهارده مع اللعيبه. فاتمنى يا كابتن معتمد، مش ده الاداء. البطء من ابتداء الهجمه من ورا، بص عليه كده هتلاقي اللعيبه بطء جامد جدا. حسام عبد المجيد لازم يديها للمهدي، والمهدي يديها مش عارف عمر، وعمر يديها لبنتايج، وترجع الكره تاني، وعبد الله ياخد الكره بدل ما يطلع بقى لقدام بيرجع بقى لورا. فتوح بدل ما يطلع بالكره لقدام بيطلع بقى لورا. ايه يا جماعه، بص على النهارده كام كره بقت ترجع لورا. عشان كده بقول الكابتن معتمد جمال يا ريتك تتفرج على المباراه ديت 10 مرات عشان تستفادوا من الاخطاء. احنا قلنا الفتره اللي فاتت الزمالك كان بيلعب بروح، ومدرسه الفن والهندسه النهارده ولا روح ولا مدرسه الفن والهندسه.
لا النهارده ما كانش فيه زمالك بصراحه، ما بحبش اطبل ولا هطبل. الاداء النهارده يسأل عنه الكابتن معتمد جمال، برضه يسأل في حاجه كمان، بتلعب بزيرة ليه وهو مصاب؟ لاعب ما جاش النهارده متأثر باصابته، طب ما خليه بره معايا على الدكه، ايه المشكله؟ لو لا قدر الله كان الماتش اتأزم انزله، لكن الحمد لله ربنا سترها. لا انت دلوقتي جاي لك مباراه جايه صعبه بتاع بيراميدز، وعندك مباراه الدوري صعبه جدا جدا، كل مباراه الدوري صعبه، لان احنا خلاص الكونفدراليه نستنى شويه دلوقتي في الكونفدراليه النهائي. انت عندك مباراه صعبه بتاعت الدوري، ليه اغامر وباللاعب زي دوت وهو يعتبر يعني انا اقول لك ايه ربع الفرقه، بزيرة هو ربع الفرقه، ليه اغامر بيه؟ فيا كابتن معتمد انا عايزك تشوف الماتش النهارده. النهارده ربنا كرمنا، دعوات الناس اللي كانت موجوده ديت ودعوات الناس اللي كانت في البيوت، النهارده ربنا كرمنا وصعدنا للنهائي. لكن اتمنى اللي احنا يعني نبص على المباراه دي تاني لان فيها مشاكل كتير. اتمنى برضو اللعيبه ترجع للروح القتاليه بتاعتها، الفنيات بتاعتها العاليه، اللعب برجوله كله، لان كان كله بيكمل بعضه، النهارده كان كله بيلعب لوحده. لا عايزين تاني الفرقه الجماعيه، الاداء الجماعي، الاداء الممتاز اللي احنا كنا شايفينه الفتره اللي فاتت وكل الناس اتكلمت عليه. فان شاء الله اتمنى اللي نشوفه تاني ونشوف ادائنا تاني اللي هو الناس كلها كانت مبسوطه منه الفتره الاخرانيه ديت، اللي هو ان شاء الله يحقق لك الفوز من فوز لفوز، وان شاء الله نكمل في الدوري. ويعني عايزين نسعد جماهيرنا اللي تعبت معانا، بصراحه ما فيش افضل من كده جمهور في العالم. واتمنى ان شاء الله لنادي الزمالك الانتصار في المباراه القادمه كدوري ممتاز، وان شاء الله ناخد باذن الله الكونفدراليه، وان شاء الله نبارك لهم على الدوري الممتاز. وشكرا والف مبروك لنادي الزمالك. سلام عليكم.